السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. استكمالا لسلسلة الثلاجات اللي عملناها الأسبوع اللي فات، فاحنا في حلقة النهاردة هنتكلم على إيه أفضل ثلاجة في حدود 15000 جنيه أو كمان أقل من 15000 جنيه. طبعا بيكون في موديلات كتيرة جدا، فأنا اخترت لكم النهاردة أفضل 3 موديلات موجودين. بس طبعا ده ما يدلش إن هما من أفضل الثلاجات برضو، بس يعتبر أحسن الوحشين في الفئة السعرية دي. هنتكلم معاكم عن الموديلات دي وهقول لكم برضو عن اسعارها بالظبط. فلو اول مره تشوفنا انزل تشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك كل حاجه جديده. احنا قناه مهتمه بالعطر الجزء المنزليه، فلو حد عايز ياخد اي فكره عن اي منتج قبل ما ينزل يشتريه يتواصل معانا في التعليقات او من خلال صفحتنا اللي موجوده في صندوق الوصف. كمان برضو لو في حد عايزني اتكلم على منتج معين يتواصل معانا على طول. وحابب برضو اقول لكم لو في حد عايز يعمل اعلان للمحل بتاعه او المعرض بتاعه يكلمني، الموضوع ده مجاني لمده شهر 9. هاجي انا بنفسي اصور او ممكن كمان انزل لك عندي على القناه. بالنسبه لمحافظات اسكندريه والقاهره والجيزه وكمان البحيره وكفر الشيخ وكفر الدوار، بكرر تاني طول شهر 9 عشان الناس اللي كلمتني بس وبتسالني على الموضوع ان هو مجاني على طول ولا لا. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم ونشوفوا معانا ايه النهارده. اول حاجه معانا واول تلاجة معانا هي تلاجة كريازي، الموديل القديم جدا اللي الناس كلها بتحبه. طبعا كانت زمان بتتباع التلاجة دي، كانت الاكثر مبيعا من 18 سنه او 20 سنه. التلاجة موجوده دلوقتي متوفره، موديلها كي 330، بيكون متوفر منها اللون الاخضر واللون الاصفر. تلاجة مميزه جدا وقويه جدا. التلاجة دي بتكون دي فروست وكمان بتكون 3 رفوف. دي فروست يعني بتعمل تلج، وسعة الفريزر بتكون كبيرة جدا، بتكون 73 لتر. وكمان أرفف التلاجة بتكون قابلة للتعديل، عايزة توسعي وسعي، عايزة دقايق كل حاجة متاحة معاكي. التلاجة بيكون سعرها بالظبط 14000 جنيه. طبعا مش بتكلم انها بتكون افضل للتلاجات، بس انا بتكلم للناس اللي طلبت مني الفئة السعرية ل 15000 جنيه، فدي واحدة من افضل التلاجات في الفئة السعرية دي. تاني تلاجة معانا بتكون من شركة ألاسكا، بس بتكون 10 قدم، موديلها كي اس دي 29. التلاجة برضو بتكون دي فروست مش نو فروست. الكباس بتاعها بيكون كويس جدا وبيتحمل درجة الحرارة العالية. تصميمها برضو مختلف شوية عن التلاجات، تحس انها واخدة كيرف كده او الباب منحني شوية. العزل بتاعها بيكون كويس جدا، طبعا كويس بالنسبة لسعرها. وفيها برضو خاصية التجميد السريع. التلاجة تقريبا بتكون 295 لتر 10 قدم. الجسم الخارجي بتاعها بيكون مضاد للصدى، بسبب حجمها الصغير ده بتكون مناسبة اكتر طبعا للمكاتب والمصايف. سعرها عامل 11900 جنيه. اخر تلاجة معانا بتكون من شركة يونيون اير، بتكون 14 قدم سيلفر، وبرضو بتكون دي فروست. مفيش حاجة في الفئة السعرية دي بتكون نو فروست. التلاجة بيكون موديلها 350 في اس، تقريبا بتكون 400 لتر. التلاجة بتكون واخدة طبقة من الستانلس ستيل، والديب فريزر بتاعها بيكون كويس مقبول. سعر التلاجة بيكون عامل 13500 جنيه. دول كده يعتبر من افضل التلاجات في الفئة السعرية دي. طبعا بسبب زيادة الاسعار ففي حاجات كتيرة جدا اعلى من الفئة دي، فانا بصراحة تعبت لحد ما جبت افضل 3 انواع. بيكون في مشاكل طبعا، بيكون فيهم مشاكل، اذا كانت التلاجات الغالية بيكون فيها مشاكل، ما بالكم بقى التلاجات الصغيرة. لو في حد عايز يسألني عن اي نوع تلاجة يسيب لنا تحت في التعليقات او يتواصل معانا من خلال صفحتنا اللي موجودة في صندوق الوصف. يا رب تكون الحلقة عجبتكم وقدرت افيدكم، واشوفوا حلقات جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.